لازم نحترم ده. ارجع تاني واقول ان احنا في مفترق طرق، وبقول للمصريين احنا كنا تحت حسن ظنكم، وكل اللي امرتوا بيه عملناه. لكن بصراحة انا بطلب من المصريين طلب. يوم الجمعة الجاية لابد من نزول كل المصريين الشرفاء الأمناء ينزلوا ليه؟ ينزلوا عشان يديني تفويض وأمر بإني أواجه العنف والإرهاب المحتمل. اتفضلوا يا فندم، اتفضلوا. بقول ينزلوا عشان يوروا الدنيا زي ما وروها قبل كده. انا عمري ما طلبت منكم حاجه، وماليش ان انا اطلب منكم حاجه، لكن انا بطلب منكم توروا الدنيا زي ما وريتوهم في 30/6 و3/7 قد ايه ان انتم لكم اراده ولكم قرار. أنا عايز حضراتكم يا كل المصريين تنزلوا عشان تفكروا الدنيا كلها بأن أنتم لكم إرادة ولكم قرار. الإرادة هنا والقرار هنا، إن لو لجأ للعنف أو لجأ للإرهاب يفوض الجيش والشرطة باتخاذ اللازم لمجابهة هذا العنف وهذا الإرهاب. من فضلكم يا مصريين تحملوا المسؤولية معي ومع جيشكم ومع الشرطة، وأظهروا تماما حجمكم وصلابتكم في مواجهة اللي بيحدث. ده مش معناه إن أنا عايز يبقى فيه عنف ويبقى فيه إرهاب أبدا، لأن فيه دعوة للمصالحة الوطنية والانتقال والعدالة الانتقالية طرحت، والنهاردة هيبقى فيه لقاء في الرئاسة بكل القوى السياسية والدينية في الدولة عشان يبقى كل المصريين يوجدوا صيغة حقيقية للتفاهم فيما بينهم. احنا بنعرف نتفاهم، لكن عايزين نعرف نختلف ازاي، ولما نختلف نعمل ايه. نختلف ازاي ولما نختلف نعمل ايه. يوم الجمعة ميعادنا مع كل المصريين، والجيش والشرطة يأمنوا بجد هذه التظاهرات خلال تنفيذها مش بس في القاهرة واسكندرية، في كل المحافظات. أنا عايز في نهاية كلمتي